أهلا بكم متتبعي قناة المونديال سبورت في هذا الخبر العاجل. بعد الفضيحة الكروية للمنتخب المغربي، قرر عميد المنتخب المغربي رومان سيس الاعتزال دوليا عقب الخسارة الكارثية بكأس إفريقيا. وحسب مصدر قناة المونديال سبورت، فإن رومان سيس لم يكن راضيا على أدائه في هذه المسابقة، مما جعله يقرر الاعتزال دوليا ومنح فرصة للاعبين الشباب من أجل شغل هذا المركز الحساس داخل المنتخب المغربي. ومن المقرر أن يعقد رومان سيس اجتماع مع المدرب وليد الركراكي من أجل إعلان قراره بشكل رسمي هذا الأسبوع. وتابعت نفس المصادر عن وجود محاولات من الطاقم الفني للمنتخب المغربي قصد إقناع رومان سيس بالعدول عن قراره. من جانبهم، دخل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى حسابات اللاعب رومان سيس الرسمية، مطالبينه بالبقاء رفقة المنتخب بالرغم من عدم تحقيق الهدف المنشود، وهو التتويج بكأس إفريقيا. إذا أعجبك الفيديو، اشترك في القناة حتى يصلك كل جديد. أهلا بكم متتبعي قناة المونديال سبورت في هذا الخبر العاجل. بعد الفضيحة الكروية للمنتخب المغربي، قرر عميد المنتخب المغربي رومان سيس الاعتزال دوليا عقب الخسارة الكارثية بكأس إفريقيا. وحسب مصدر قناة المونديال سبورت، فإن رومان سيس لم يكن راضيا على أدائه في هذه المسابقة، مما جعله يقرر الاعتزال دوليا ومنح فرصة للاعبين الشباب من أجل شغل هذا المركز الحساس داخل المنتخب المغربي. ومن المقرر أن يعقد رومان سيس اجتماع مع المدرب وليد الركراكي من أجل إعلان قراره بشكل رسمي هذا الأسبوع. وتابعت نفس المصادر عن وجود محاولات من الطاقم الفني للمنتخب المغربي قصد إقناع رومان سيس بالعدول عن قراره. من جانبهم، دخل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى حسابات اللاعب رومان سيس الرسمية، مطالبينه بالبقاء رفقة المنتخب بالرغم من عدم تحقيق الهدف المنشود، وهو التتويج بكأس إفريقيا. إذا أعجبك الفيديو، اشترك في القناة حتى يصلك كل جديد.